السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. وحشتوني قد الدنيا. فيديو جديد على القناة. متنسنيش بقى لو اول مرة بتشوفيني تدعميني كده بلايك حلو واشتراك من ايدك عشان خاطر يوصلك كل جديد. النهارده فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل فيه ايه؟ انا كنت يا دودي ايه، قومي كده جهزي الغدا على طول. يعني بعد ما جيت من الشغل وكده، فاول ما جيت دخلت على طول على المطبخ. كنت مطلعه لحمه وقلت هفرمها واعمل حواوشي. كنت خلاص كلمت جوزي وقلت له انت جاي هتعيش الحواوشي معاك. وجبت وانا جايه ترشي وبتاع، وقلت خلاص بقى ان شاء الله هحوش النهارده. فطلعت الكبه الحلوه اللي قدامكم دي عشان اعمل بيها فيها اللحمه. فلقيتها للاسف مش شغاله، بايظه، مش عارفه فيها ايه بصراحه، يعني مش عارفه العطل اللي فيها ايه. حاولت بكل الطرق ان انا اجيبها شمال في يمين، تكه الامان، اي حاجه، ما فيش اي فايده فيها. مش راضيه تشتغل. ما اعرفش بقى، ممكن يكون العطل ده في السلكه او في الموتور، ربنا يستر. بس ان شاء الله تكون خير يعني. واي حاجه هتيجي في اي حاجه غيرنا خير، الحمد لله، نشكر ربنا عليه. فقلت المعها بقى تلميعه سريعه كده. هي كانت نظيفه يعني، ما فيهاش حاجه، ما لحقتش اعمل بيها حاجه في الوقت ده يعني. انما انا على طول اصلا يعني بعد ما بخلص على طول بغسلها. فاديتها كده تلميعه كده بالجلانس، وقلت اركنها بقى وبعد كده نشوف حد ان شاء الله نوديها له يصلحها. وعينة اللحمة قلت في الوقت ده هطلع حاجة تانية اعملها. وساعتها كنت طلعت بطاطس وعملت فراخ بالبطاطس يعني وكده. وكنت مطلعه الخلاط برضو، كنت بضرب طماطم وغسلته برضو، خدته تلميعه كده معانا في السريع. وبعد كده قضينا الغدا وخلصنا الغدا والحمد لله. انا بجيب لكم فيديو بسيط جدا يعني، مش عايزاه ياخد من وقتكم كتير، مختصر كده عشان خاطر على ما بس القناه تشتغل كده. الصراحه يعني بتكلم بالصراحه، على ما القناه تشتغل وان شاء الله باذن الله اول ما القناه تقوم على حيلها تاني هبدا ان انا انزل لكم فيديوهات بالتفاصيل. ونقعد بقى نتكلم مع بعض كده عشان انتوا وحشتوني جدا والله. فالمهم ان انا خلصت طبعا الغدا. وبعد ما خلصت الغدا اول حاجه بعملها اني بشيل كل اللي على الرخام، احطه، اللي عايز يدخل في التلاجة، اللي عايز يدخل في الادراج مكانه، اللي مش نضيف بحطه في الحوض. وبعد كده ببدا بقى ادعك الرخامه كويس وانضفها كويس. وبدخل على البوتاجاز كمان المعه وانضفه كويس. والحيطه اللي ورا البوتاجاز دي يا جماعه اهم من البوتاجاز نفسه. يعني لو انت كل يوم وانت بتدعكي البوتاجاز خدت الحيطه كده معاه بسلكه، مش هتحتاجي ان انت تستخدمي لا قاهر دهون ولا سيترس ولا اي حاجه من الكلام ده. مجرد وانت بتغسلي البوتاجاز كده او بتدعكي البوتاجاز، طبعا البوتاجاز يوميا لازم يتغسل علشان يفضل كده بلمعته وبنظافته. واحنا بندعك البوتاجاز كده ناخد الحيطه اللي وراه، هتفضل الحيطه اللي ورا دي دايما نظيفه وبتبرق كده. يمكن تكون بتبرق اكتر من اي حيطه تانية عندك في المطبخ. فما تنسيش الحيطه اللي ورا البوتاجاز عشان هي اساس الدهون، بتلم دهون جدا جدا. خلصت بقى كده البوتاجاز ولمعته ونضفته وغطيته وخلاص كده مش هنشتغل عليه دلوقتي. بعد كده افتكرت قلت لا يا بنت، ده احنا لسه هنعمل عليه حاجه دلوقتي. جيت بقى غسلت المواعين وخلصت كده. برضو مش هجيبها معاكم يعني بالتفاصيل علشان ما تزهقوش من اولها، يعني احنا ناخد الموضوع كده حاجه حاجه. بدات كده غسلت المواعين. باخد الاول ايه، اول حاجه باخد الكوبايات، وليا سبونشه في سبونشه كده للكوبايات. بغسل بيها الكوبايات. وبعد كده باخد بقى السبونشه التانية دي بتبقى للمواعين بتاعتي كلها، بس الكوبايات علشان خاطر يعني ما تاخدش ريحه من الاكل او من الحاجات اللي في الاطباق دي او كده. بغسلها هي بسبونشه لوحدها، بتبقى مخصصه لي للكوبايات بس. اما بقى باقي المواعين بيبقى ليها سبونشه تانية لوحدها. فانا كده دعكت بقى شويه مواعين كده وخلاص. كان عندي مواعين كتير جدا، معرفش مواعين يعني بتتكاثر عندي ليه. فهخلص بقى المواعين كده وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. المهم ان انتوا يعني طول ما انتوا واقفين كده بتغسلوا اي حاجه دايما خلوا ذكر ربنا في لسانكم، استغفروا ربنا على قد ما تقدروا. خلي ربنا ان شاء الله يرفع عننا الوباء والبلاء اللي احنا فيه دون وغلاء الاسعار. ربنا يهونها علينا كلنا يا رب. فبعد ما خلصت بقى قلت يا بنتي يا دودي احنا عايزين نعمل اكله حلوه كده عشان خاطر الولاد بيجوعوا بالليل وبيبقوا عايزين ياكلوا حاجه خفيفه. وكل شويه يقولوا عايزين نجيب حاجه حلوه حاجه حلوه. فقلت لا لا، مش هينفع الكلام ده، لازم أنا اعمل حاجه حلوه كده في البيت. فجه في بالي الروان. الروان ده طريقتها جميله جدا وبسيطه، بس انا بقالي كتير جدا ما عملتهاش فكنت ناسيها خالص. فقلت بقى هعمل ايه يعني، واحده واحده مع بعض كده هنمشي واحده واحده. اول حاجه بنعمل شربات الروان، عباره عن كوبايه حلوه كده من السكر وعليها كوبايه وربع من الميه ونص ليمونه، وبتحطيها على النار خالص كده. حطيت
الشربات على النار. هنا معايا بقى كوبايه وربع من الدقيق، ومعاهم كمان كوبايه وربع من السميد اللي هو بتاع البسبوسه، ده بيتجاب من عند اي حد عطار عادي جدا يعني. بتحطي الاتنين على بعض. اهم حاجه بس تنخلي دي كويس جدا علشان خاطر ممكن يبقى فيه كتل او حاجه، وانا مش عايزه كتل معايا في الوصفه دي. هنا بحط السميد بقى، بحط نفس مقدار الدقيق، حطيت كوبايه وربع، بحط كوبايه وربع، وهحط عليهم كمان كوبايه حلوه كده من المبشور. لو انت عايز تحطيه حطيه، مش عايز تحطيه ده اختياري. هحط كوبايه حلوه كده من المبشور، وهحط كيس بيكنج باودر او اللي هو محسن شيف ده او محسن الكيك ده. تحطي منه الكيس ده وتقلبي كله على بعضه كده، وبعد كده بتركنيهم على جنب. ونشوف بقى الماده السائله اللي احنا هنحطها عليها. الروان ده انا يعني عايزه اقول لكم من الكيكات المفضله عندي، انا بعشقها جدا جدا جدا، خفيفه قوي قوي، وكمان السكر بتاعها بيبقى مظبوط كده. تحطيها بقى في التلاجة وتطلعيها وقت ما تحبي كده تاكلي كده وتمزمزي شويه في النور قاطع بقى. موضوع النور ده اللي هو مرهق جدا، هحكي لكم عنه بس لما اشوف بس ايه اللي انا بعمل ايه هنا. هنا ما كانش عندي لبن رايب، انا كنت محتاجه في الوصفه دي لبن رايب، تمام. فما لقيتش عندي، وقلت بقى ايه مين اللي هينزل يجيب لي لبن علبه زبادي؟ محدش نزل جاب لي. فقلت اتصرف ازاي يا دودي، قلت لازما ست البيت بقى تطلع، يعني مش هنسيب نفسنا كده. فكان عندي كوبايه لبن في التلاجة، اخدتها كده وحطيت عليها نص معلقه، نص ليمونه، وكمان معلقه خل. بنقلبهم كويس جدا مع بعض، وبنحطهم بقى على جنب كده. بعدها بشويه بنبص نلاقيه فوق يعني قراب، يعني سبحان الله يعني. فقلت انا كده كده يعني هستفاد من الخل في ان انا الكيكه تبقى هشه، وكمان الليمون بتدي كده ايه لون حلو للكيكه، وبتخلي لونها حلو. طب اللبن الرايب عشان خاطر يخلي الروان عندي لونه ابيض كده حلو فاتح، ما يخليهاش تبقى غامقه. جبت بقى 3 بيضات، انا عندي فراخ مربياهم، فربنا كرمني كده وبقوا يبيضوا. فدول البيض بتاعهم، هو بيض صغنون كده خالص خالص، بس زي العسل، تمام يا حلوين. فاحنا هنجيب 3 بيضات كده، نكسرهم ونحط عليهم كيس فانيليا. لو عندك فانيليا سايله يا سلام، هتبقى عظمه. الفانيليا السايله دي اللي هي المركزه بتبقى عظمه جدا في الحلويات، بتطير اي ريحه زفاره. بس برضو يعني احنا ما لقيناش عندنا فانيليا سايله، فحطيت الكيس الفانيليا ده. والحمد لله يعني ما كانش فيه اي ريحه خالص للبيض. حطيت كمان معلقه بتاع كوبايه الا ربع، اعذروني على لخبطه علشان خاطر انا بقالي كتير جدا ما صورتش فيديوهات. كوبايه الا ربع كده من الزيت، وقلبت كويس جدا مع بعض. بعد كده بصوا يعني لولا ان الفيديو مش مبين قوي، بس اللبن عمل كتل كده، تمام. حطيت بقى يعني هو كان تقريبا كوبايه مليانه، انا حطيت 3/4 وكان بقى ربع كده وحطيته برضو في الاخر. وبعد كده هنا بقى كان اللي هي المبشور، ما كنتش حطيت المبشور، فهحط المبشور دلوقتي. وبعدين بنزل عليه بالمكونات السائله دي، وبقلب كويس جدا. مكونات الروان بتبقى الروان سمكها بيبقى اخف من الكيكه شويه، يعني ما بتبقاش تقيله كده، لا بتبقى خفيفه عن الكيكه شويه، تمام. لما بتتفرد في الصينيه بتتفرد معاكي بسهوله جدا. هي عامله بالشكل ده كده بالظبط. بدرت برضو الصينيه بشويه زيت وعليهم شويه دقيق، كنت قبلها مولعه الفرن على درجه حراره 280، فرن سخن جدا. بتدخل الفرن متكملش تقريبا نص ساعة. بعد كده بتبص تلاقي الحواف بتاعتها بدأت تحمر كده، فانا خدتها حطيتها في تحت الشواية، وعملت معايا ما شاء الله. الصينية دي على فكرة حجمها كبير، وعمل معايا كمان الشكل الجميل ده، الصينية الجميلة دي. حطيتها بقى في الفرن كده، خدت وش، وبعد كده طلعت بالشكل ده. الشربات طبعا بارد، باخدها واروح مصفياها منزلاها على طول على وش الصينيه وهي سخنه عشان تشربها كده كويس. فالحمد لله يعني كانت جميل، بس هي كانت يعني فيها نسبة مكتومة، حاجة بسيطة جدا تكاد تكون لا تذكر يعني، علشان انا كنت زودت بس شوية دقيق عليها، يعني كنت حطيت شوية دقيق. هي كانت محتاجة لكل كوباية سميد، كوباية دقيق، وكوباية لبن، كوباية زيت، وهكذا كل حاجة كوباية. كانت هتبقى احسن من كده، بس هي كانت جميلة جدا وطعمها تحفة، السكر بتاعها مظبوط، كل حاجة كانت فيها جميلة. وحتى يعني الكتمة اللي انا بقول لكم بسيطة دي ما بنتش اصلا، وجوزي ما خدش باله، مع انه جوزي بيعلق على كل حاجة لو هي مثلا فيها عيب او كده، بس هو يعني عجبته جدا جدا، وقال لي بعد كده ما تعمليش كيكه، اعملي على طول روان.
بس طبعا يعني الكيكه تبقى اسهل، ويعني مش محتاجه مكونات كتير، في لبن رايب وبتاع، ممكن تتعمل بميه عادي، ممكن تتعمل بلبن بس عادي، فاهمين؟ فبتبقى مكوناتها موجوده عندنا في البيت كتير يعني. بس ديك منه كان عندي السميد اصلا، ف يعني ما عملتها على طول. طعمها بقى جميل جدا، و مفيش احسن من كده يعني. اخدت لي حته كده وانا واقفه، والولاد كانوا حواليا عمالين يقولوا احنا عايزين احنا عايزين، انتي بتاكلي من غيرنا. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم. رشة بقى مبشور كده على الوش كده بتديها شكل، وطبعا يعني اختلاف في الطعم جامد جدا. لو انتم مش بتحبوا المبشور طبعا ممكن تستغنوا عنه. شوية بيبس بقى، وعيش اللحظة يعني يا اختي بقى. ولو انت مثلا بقى كده تعبتي من شغل البيت وحابة ترتاحي شوية، اقعدي مع نفسك كده واستمتعي باللحظة الجميلة دي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.